ثم يأتي الصباح وقد انجرفت نبتة الأمل. مين يقدر؟ من يطيق؟ من يطيق أن يلقى الله بهذا؟ فيقولوا اللي يقولوه ما يهمناش ولا هنرد عليهم، وعايزين يقولوا اللي يقولوه واحنا بنخوف. ايوه احنا بنخوف، ما فيش اي حاجة. انما اذا كانوا متصورين انه المؤسسات الدستورية والقصر الرئاسي يبقى يعني مستباح وممتهن لمن يرتكبون الجرائم واحنا نروح نبث بيوتنا نتفرج على التلفزيون، فانا والله يا اخي الكريم حسبي ان افي ببيعتي مع الله عز وجل في انه الليله كهذه الليله لا اتخلف فيها، وادعو كل صادق الا يتخلف في هذا الوقت ابدا، لانها لحظه اذا مرت ربما لا تاتي وتساوي اعمار كثيره. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين، ويجعل عملكم رباط في سبيل الله. طيب يا استاذ حازم، انت نفسك معتصم، مش هتغادر؟ ان شاء الله انا موجود باذن الله، وكل ما اقوله لكل قلب وكل سمع يسمعني انه هلم الينا ولا تترك هذه السله باقيه وتفشل وجودها بتخلفك عنها، لانه لا يمكن انه مثل هذا الحراك يكون له الاثر الا اذا احتشد له الناس، واذا لم يحتشد الان متى يحتشدون؟ فأنا موجود إن شاء الله بإذن الله على الأسفلت، على الرصيف، فقرا إلى الله وذلا بين يديه حتى يأذن الله عز وجل، إما لقدره إنه يصيبنا، وإما أن ينصرنا الله نصرا كبيرا يا رب العالمين. بس أنتم محتاجين عدد كبير يكون جنبكم، وإلا الجماعة إياهم ممكن يأتوا ليتحرشوا أو يؤذوكم. على كل حال يعني لعل موقف أنس بن النضر فضل امل يلهب عواطفنا طول العمر، وجاءت لحظه الصدق. ممكن نكذب، ممكن نبقى نفضل ندعي طول العمر ان انس بن النضر عجبنا انه وفى لله برغم انه كان وحده، لكن فضلنا ندعي طول العمر، وهي جت الليله اللي ممكن تبقى هي الليله اللي تعتبر ملخص للعمر كله، فخلينا نوفي لله عز وجل. ومع ذلك العدد هنا ما شاء الله كبير، بحيث انه واحنا واخدين عهد انه اذا لمس قصر الاتحاديه سيكون لنا فورا شأن اخر مختلف تماما، لانه لا يمكن ان تنهار مؤسسات الدوله ونظل احنا يعني بعيدين عن هذا. فابشر ان شاء الله، انما اللي يدرك هو الفائز. احنا مش عايزين الناس عشان يعينوا الموجودين هنا خلاص، يعني ان شاء الله بس يا رب يتقبلهم، فازوا بالسبق خلاص. دول الموجودين اصحاب الاقدام التي سبقت ونزلت في ساعة عسرة، واللي هيأتي بعد كده هيأتي ليلحق بالنصر وبالسبق ويضع لنفسه نصر كبير إن شاء الله بإذن الله. طب أنتوا في أعداد بترد إليكم، يعني في شباب بينضم؟ معنا أعداد على كل حال، ومع ذلك احنا يعني نظرنا إلى العدد أقل بكثير مما تتصور حضرتك. احنا يعني ننظر الى القلوب الحقيقة الثابتة، وصدقني احنا هنعمل كل حاجة، احنا هنطور من ساعة الى ساعة حتى يأذن الله بارتداع هذا الاجرام الرهيب. في حاجة يا دكتور حفص، عمرك سمعت تكييفها القانوني؟ اسمها مذاكرة، فيها قتل، فيها حرق، فيها نصب، فيها سرقة، فيها نهب، فيها حيازة مواد متفجرة، فيها جرح، فيها ضرب. دي جرائم جنائية. في حاجة اسمها مظاهرة، يعني ده ليست. فإحنا إن شاء الله نردع، ونسأل الله عز وجل أن يجعل لهذا الردع حسما للأمر ونصرة لدين الله عز وجل. وأنا كل بس ندائي إلى الدكتور مرسي إنه يجي هنا الآن، وإنه يأتي شعب مصر، وإن فعلا إحنا لو اجتمعنا احتشدنا الآن كما كان الناس يوم جامعة القاهرة يوم السبت اللي فات، نقدر الجحافل دي تقدر هترجع الدخل الفئران إلى جحورها. إنما لزوم الناس بيوتهم خلى الفئران أسود زائفة. فاتقوا الله، يعني اتقوا الله، والله المستعان يا رب. يا ربنا يوفقكم. وبعدين الواحد غير منكم، انتوا شكلكم كده طمعين في شهادة، طمعانين في الشهادة. كريم رب العباد، كريم. كنا طول عمرنا بنسجد وندعو بهذا، فلما تيجي ساعة الصدق ما يطلعش كذابين، وإلا الإنسان كيف يعيش بعدها؟ كيف يعيش إذا جت اللحظة الصادقة فكذب على الله؟ ربنا يا رب لا يعني يتوفانا على الإيمان الكامل يوم يتوفانا صادقين يا رب. وإذا
قضينا، دي وصيتي لاولادي اجعلها في اعناقهم، انه اشرف شيء في سبيل الله تقديم الارواح والدماء في سبيل العقائد والرساله، ما فيش اشرف من كده ابدا، ولا قيمه للعيش بدون هذا. الكرامه فوق الارض وتحت الارض، والله المستعان يا رب. جزاك الله خيرا، وانا شاكر. طيب فضل اخر شيء يا اخ حازم، اخر شيء، تحت امرك. اتمنى ان انتوا موجودين يتم بلورة يعني شعار تطهير الاعلام لنقاط بعينها يصدر بها بيان بكره مثلا اخر النهار، يقول والله ان ملحظاتنا للاعلام كذا كذا كذا، وده يجب انه يتم اصلاحه وترسل لاصحاب القنوات الرئيس اقول له اعمل معروف، انت اللي كن معنا. احنا الان يعني خلاص بدانا هذا الحراك بحزم وبتحديد وبسير، بس لو سمحت كن معنا علشان نقدر خلاص. يعني هؤلاء المستأسدين عن زيف، اعمل معروف، خلينا اعمل معروف، ما تخليش النبتة الصالحة تزول. الحق الوقت، احنا مش عارفين الصبح هيطلع شكله ايه. اتقوا الله عز وجل وربنا يتولانا برحمته. خلاص احنا معاك ان شاء الله، وبننصر يعني اهدافك النبيلة وسلمية وقفتك ونبلها، وان هي لله ولاهداف، وايضا بنضم صوتنا لصوتك في انه المزيد ينضم اليك من باب تكسير العدد عشان الحماية وليس لارهاب الاخرين، وان كان ارهابهم احيانا وارد. النقطة الثانية ان الاستوديو تحت امرك، وقت ما تحتاج الاستوديو في اي نداء او اي شيء تعال اتفضل، هنبقى جاهزين. ده شرف لي، انت عارف انتم بفضل الله لكم منزلة كبيرة، ربنا يبارك. وانا عايز اقول للناس بس انه اذا كان فعلا ثبت الان بيقين، وانا ده خبر وصلني، انا اعتبرني مصدره، يعني انه حتى سواء الحرس الجمهوري نكل عن يعني التزام الأوامر وحماية المؤسسات، والجيش كذلك والشرطة كذلك، لم تعد هناك دولة ما لم يوجد شعب يستطيع أن يدفع عن نفسه ذل الانسحاق تحت أقدام المجرمين. فإحنا إن شاء الله على رباط، ومن رابط في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. نسأل الله ألا يحرمنا أجورنا يا رب العالمين. آمين آمين. وفقكم الله. أنا شاكر فضلك وشكر الله لك وبارك الله فيك وفي ذريتك وفي الصحبة الكريمة الصالحة. أنا طبعا ما فيش قدامي تلفزيون، لكني يعني أتمثل الوجوه المشرقة، وربنا يجزيهم خير يا رب. آمين إن شاء الله. جزاك الله خيرا. يعني كلام طيب. و